اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده عندنا حلقه مهمه جدا عن صناعه وانتاج عسل النحل في مصر. احنا عندنا حدثين مهمين جدا. الاول هو مهرجان العسل المصري خلال الفتره من 27 الى 30 نوفمبر. كمان الحدث الثاني هو مؤتمر النحالين العرب. واستعدادا للحدثين قابلنا أهم الجدعان من منتجي عسل النحل المصري. تعالوا بقى نقابل عبد اللطيف محمود صاحب شركة جواد لمنتجات عسل النحل. بجد خطير جدا. انت عامل منظومة رائعة، أنا عايز الناس تسمعها منك. أنا هو عبد اللطيف محمود القادم من البحيرة، اللي يعتبر علامة من علامات صناعة العسل في مصر. أنا نشأت في أسرة بتعمل في مجال تربية النحل منذ عام 1978، ويمكن إحنا عندنا تخصصية مختلفة شوية، لأن إحنا بنقوم بعمليات تربية النحل نفسه، ومن بعد ذلك بعد الإنتاج عندنا مكان متخصص ومصنع متخصص. ويمكن أنا دايما بقول مصنع تعبئة العسل، لأن العسل منتج طبيعي. أنت بتستلم العسل إزاي؟ إحنا الاستلام ده نفسه ليه مواصفة. لازم طبعا يكون بناء على المواصفات القياسية وجودة الأعسال، ومش بس إن احنا نلتزم بتطبيق مواصفة، لكن كمان إزاي نحصل على أعلى جودة موجودة من الأرقام أو نتائج التحليل، إلى جانب الفحص الحسي الذي بيتميز به كل صنف مختلف عن الصنف الآخر. طب ممكن تعمل لنا الاختبارات دي في مهرجان العسل؟ ده بالفعل يعني بيقوم. احنا عندنا مهرجان العسل بالفعل يا أستاذنا، في مهرجان للتذوق، والناس بتدوق كل الانواع. كوزين. كل الانواع، والانواع المشهوره جدا من الاعسال المصريه. وده بيتم بشكل يومي في مهرجان التذوق، علشان ندرب الناس والمستهلك اللي جاي مهرجان العسل يطلع بقيمه مضافه. ويمكن دي تكمن من احد اهم مميزات مهرجان العسل والمؤتمرات المتخصصه، انها مش بس بتعود بالنفع على المنتج او المصنع، بالعكس بتعود بالنفع الجيد جدا على المستهلك. والجدعان في الصناعه من النحالين اسمهم مرتبط بالجودة سواء في السوق المحلي أو العالمي. اطمنوا واستنوهم في مهرجان العسل المصري خلال الفترة من 27 ل 30 نوفمبر بحديقة الحرية في الزمالك.